فنيا يعني كل اللي شاهد مباراة اليوم شاهد التفوق النسبي لفريق الاهلي من خلال مجريات اللعب والانتشار في الملعب والفرص. اليوم الحقيقة يعني الكرة لم تنصف فريق الاهلي. أعتقد الشيء الفاصل في هذه المباراة هو الفارق في رتم المباريات. فريق كوكب مراكش وفريق الفتح الرباطي نعرف انه هو كيف انهى المسابقه وما زالوا يلعبوا في الكاس. يعني الناس واخذه رتم المباريات عكس فريق الاهلي اللي يلعب. يعني ما عندناش مسابقه من اكثر من سنتين ولا عندنا دوري، ولاحظوا ان الفريق يلعب ويؤدي في الملعب، ولكن للاسف في الربع ساعه الاخيره او الفريق بدنيا ينزل شويه مستواه الفني. واعتقد اللي فرقت اليوم هو هذا الموضوع فقط. فريق كوكب مراكش فريق محترم، وانا ابلغت اللاعبين انهم لازم يحترموا الخصم مهما كان اسمه. وللاسف يعني اليوم ابتسم الحظ لفريق كوكب مراكش ولم يبتسم لفريق الاهلي طرابلس، ومبروك. طبعا حسابيا الامور بصيص امل، ولكن منطقيا اعتقد ان الاهلي اصبح بعيد الى حد ما من الترشح للاربعه الكبار. شنو الاسباب الذي جعلكم تخسروا هذه المقابله على اعتبار انكم استقبلتم يعني هذه المباراه وكنتوا اكثر تحكما في الشوط الاول؟ يعني انت تعرف للاسف يعني فريق الاهلي يلعب بدون لا ارض ولا جمهور. يعني احنا نلعب خارج ارضنا وبدون جمهور. يعني شاهدوا حتى الجماهير اللي حضرت اليوم تكبدت مشاق سفر حوالي اكثر من 700 و 800 كيلو يعني باش يشجعوا فريقهم. وهذه ايضا مشكله بالنسبه لنا نحن، تضاف الى الظروف الصعبه اللي نشتغلوا فيها. مشكله تمنيه اكثر الفريق. بالضبط، يعني الظروف الصعبه اللي موجوده في البلد يعني خلتنا نلعب باستمرار نلعب خارج ارضنا. وانا متاكد لو الاهلي كان يلعب في ارضه اعتقد ان حتشوفوا شيء خيالي. لكن للاسف الظروف اللي موجوده في ليبيا حرمتنا الان من اكثر من 3 سنين حاليا نلعب خارج ارضنا.